عشان سعينا دايما ان احنا نجيب لكم احدث الاكتشافات ونوصل لكم اخر ما وصل اليه العلم، قررنا ان احنا نسافر دوله قبرص في اوروبا عشان نقابل الخبير العالمي دكتور يوري نيكولينكو في مركزه الخاص بالعاصمه نيقوسيا، المركز اللي بيهتم بالعلاج بالاكسجين النشط والطب التكميلي. رحلتنا كانت ان احنا نتكلم مع الدكتور يوري عن احدث الاجهزه اللي موجوده حاليا وايه احدث الابحاث اللي اتنشرت في العالم بخصوص التقنيات الجديده. دكتور يوري اتكلم معايا عن ايه هي الحالات الصعبه والمستعصيه اللي لاحظنا فيها التحسن، وايه الحالات اللي كانت جايه لنا فاقده الامل والدكاتره قالوا لها انت خلاص مش هتتحسني، واتحسنت بعد المتابعه بجلسات الاكسجين النشط. اتكلمنا وشفنا حالات اتحسنت كان عندها مضاعفات السكر زي التنميل والشكشكه والحرقان، او التهابات في الجسم والاعصاب، او حالات كان عندها امراض مناعيه زي الروماتويد والصدفيه والذئبه الحمراء والتصلب المتعدد. كمان شفنا حالات كان عندها التهابات في القولون وامراض حساسيه الصدر والجيوب الانفيه. شفنا كمان حالات كان عندها التهابات في المفاصل وازاي اتحسنت واستفادت من الاكسجين النشط. في نهايه الزياره عملنا بروتوكول تعاون بين عيادات الدكتور احمد يعقوب وبين مركز الدكتور يوري نيكولينكو عشان نتبادل الخبرات ونفيد الناس باحدث الاكتشافات اللي وصل لها العلم. مستنيينكم عشان تتعالجوا عندنا في المركز الاول للعلاج بالاكسجين النشط في مصر والوطن العربي. عيادات الدكتور احمد يعقوب، طريقك لحياه صحيه سليمه.